فيلمنا بيبدأ مع أليكس وهي بتفوق واحدة واحدة وسط غابة، وفي حاجة زي كمامة كده مربوطة على بقها. حاولت إنها تفكها لكنها كانت مقفولة بقفل من ورا، ومفتاح القفل ده مش موجود معاها أو حواليها. ما كانتش لوحدها في الغابة دي، لأ ده كان في أكتر من 10 أفراد بنفس الكمامة دي على بقهم، كلهم طبعا مرعوبين مش فاهمين أي حاجة ما عدا واحدة بس هي اللي كانت هادية جدا في تصرفاتها، ومن غير ما تتكلم ولا ترد على حد عملت بوصلة علشان تعرف الاتجاه اللي هتمشي فيه، وبالفعل مشيت من غير ما تعبر. وفجأة وهم لسه بيحاولوا يفهموا ايه اللي جابهم هنا وليه، لقوا صندوق خشب كده محطوط في نص الغابة. فواحد منهم قرب عليه ولسه هيفتحوا، صرخ التاني لا ما تفتحوش ده اكيد فخ وممكن ينفجر، لكنه طبعا ما كانش فاهم اي حاجة من الكمامة اللي لابسها وكمل فتحة. قام التاني جري والباقيين جاريين وراه واتداروا بسرعة، وبمجرد ما الصندوق اتفتح بيخرج منه خنزير صغير لابس قميص غريب كده كأنه متجمع من كذا قميص مختلف. فاطمن وقرب من الصندوق وسحب اللي جواه علشان يلاقي ترسانة أسلحة حرفيا من كافة الأشكال والأنواع. وفي لحظة الكل جرى عليها وبدأ يختار أسلحته، أما أليكس فلقت حاجة أهم من الأسلحة دلوقتي، وهي مفتاح القفل اللي مكمم بقهم ده. فخلعوا الإقفال دي ولسه توماس هيتعرف على أليكس، فجأة جت رصاصة فرتكت دماغها قدام عينيه، لكنه ما يأس وراح يتعرف على لينا وسط ضرب النار اللي من حسن حظه إنها ما كانش معاها سلاح، فدخل دخلت أنا رجولة وأحميكي وبتاع، لكنها كانت مرعوبة جدا فسابته وجريت بعيد لحد ما وقعت في حفرة كده وصرخت عليه إنه يجي ويساعدها. وهنا شاف الفرصة جت لحد عنده وبالفعل جري وغامر وسط ضرب النار لحد ما وصل لها، بس من سوء حظه للمرة التانية بيلاقيها بالمعنى الحرفي للكلمة متمسمرة بمسامير في الأرض، لكن برضه مش حبة مسامير اللي هيقفوا في سبيل سعادته، وبالفعل سحبها وجري بيها بعيد عن ضرب النار. ولسه هيتعرف عليها بيدوس على لغم أرض بيفرتكهم حرفيا هما الاتنين، يبقى يتعرف عليها بقى في الآخرة براحته. وبعد شوية براد سمع صوت حد تاني في الحفرة، فبيبص لها نص لينا الفوقاني بتقول له ساعدني، اللي هو طب ودي اعملها ازاي؟ فقامت خاطفة منه المسدس وفجرت دماغها قدام عينيه، الحاجة اللي رعبته جدا، وبسرعة جري بره الغابة دي بعيد عن ضرب النار لحد ما وصل لسلك شائك كده فاصلها عن الطريق. ومفيش ثواني كان وراه 3 تانيين حطوا كلهم هدومهم فوق السلك وعدوا واحد ورا التاني ما عدا توماس اللي لسه هيعدي. فجأة بدأ صياد يصطادوا بالسهام، فجريوا بسرعة هم التلاتة قبل ما السهام تطولهم هم كمان. توماس حاول يدافع عن نفسه لكنه كان نزف كتير جدا واتغربل بالسهام وخلاص كان شوية وهيفارق الحياة، لكنهم ما ادولوش الفرصة حتى انه ياخد وقته ويموت، ورموا عليه قنبلتين وفجروه قبل ما التلاتة التانيين يهربوا بعيد عن المكان ده. وبعد شوية بيوصلوا البنزينة كده فيها ميني ماركت، فدخلوا شايلين اسلحتهم وطبعا افتكروهم جايين يسرقوا المكان، فقالوا لهم احنا مش هنا علشان نسرق، احنا هنا عاوزين نعرف احنا فين بالضبط وفي ولاية ايه. فاستغربوا وقالوا له طريق 31 شارع قايلين في ولاية اركانساس، وانت ازاي مش عارف انت فين؟ فقال لها تبطل رغي وتناولوا التليفون، وبسرعة كلم الشرطة وحكى لهم بالتفصيل على كل اللي حصل. طبعا الشرطة الناحية التانية مش فاهم اي حاجة منه، فقال له خش على جوجل واكتب بس ماينور جيت، دي لعبة الاغنياء والنخبة بشكل عام بيصطادوا فيها اللي زينا بعد ما بيخدروهم ويخطفوهم من باب التسلية بس مش اكتر. طبعا الشرطي كان غير متعاون وعمال يقول له مفيش قدامي دلوقتي كمبيوتر والله، بس قول لي انت فين وانا هبعت لك حد دلوقتي. فقال له طب ما تتتبع المكالمة هتعرف انا فين دلوقتي. فقال له ماشي نص ساعة بس هتتبعها وارن عليك تاني، وقفل السكة. الراجل الكبير حاول يهديه عشان خاطر مراته بس خايفة منه، وقال له ينزل السلاح وياكل اي حاجة اعتبر المكان مكانك. وبالفعل ريتشل بدأت تاكل ولسه هياكلوا زيها، فجأة بدأت تغرغر لحد ما قطعت النفس. براد لسه بيبص وراه لقى الراجل ده ومراته لابسين ماسكات وبيرموا عليهم قنابل مسيلة للدموع، فلسه هيرفع سلاحه كان الراجل ده طلع بندقيته وسلمه واحدة في قلبه، اما التاني فكان خلاص اتخنق بالفعل من الغاز المسيل للدموع. ولما تأكدوا من موتهم هم التلاتة سحبوا الغاز على بره وسحبوا ال3 جثث على المخزن جوه، وبدأوا يمسحوا الدم من المكان بسرعة علشان لو اي فريسة تانية جت دلوقتي ما تاخدش بالها او حذرها. ومفيش ثواني كان الواكي تاكي اللي معاهم بيرن وليبرت بتسألهم هاي الاخبار عندكم؟ انا خلصت هنا على فريسة فرتكتها بقنبلتين بعد ما غربلتها بالسهام بتاعتي. فميريندا قالت لها انا ويوليوس اصطادنا 3 فرائس مع بعضهم وجثثهم مرمية في المخزن ورا معانا. فقالت لها طب حلو قوي الفريسة سنوبول داخله عليكم دلوقتي كمان مفيش 5 دقايق اهي مستعدين ولا نأخرها لكم شوية؟ فقالوا لها لا جاهزين يلا بينا. فقالت لهم تمام هي كده كده مش معاها اي سلاح فتسلوا عليها بقى براحتكم. وبالفعل بعد شوية بتوصل الفريسة سنوبول وبتشتري منهم علبة سجاير عادي بفلوس كانت مخبياها في الشراب علشان المحفظة بتاعتها مش لاقياها، بس بمجرد ما شافت الفكة سألت ميراندا هو انا في ولاية ايه؟ قالت لها اركانساس، ولسه هتكمل كلام قامت ملبسة وشها في ترابيزة الكاشيه، وفي لحظة واحدة بقت جوه وسحبت البندقية فجرت بيها راس يوليوس، وميراندا عمالة تصرخ وراه ارجوكي ما تقتلينيش انا بريئة. فقالت لها ان علبة السجاير في اركانساس ب$6 وبس مش ب6.5 يا عاهرة، وقامت مفجرة راسها بالبندقية هي كمان. طبعا علبة السجاير كانت فاضية والاكل كله متسمم، فاخدت البندقية معاها وخرجت على بره وراحت على العربية اللي مركونة بره، ولسه هتفتحها لقت الباب بتاعها متوصل بقنبلة تنفجر بمجرد ما الباب يتفتح، وكان معاها الواكي توكي اللي معاهم جوه. ليبرتي عمالة تنادى عليهم خلصوا على الفريسة ولا لا، لكنهم طبعا ما كانوش بيردوا. فضحكت وقالت تلاقيهم بس اندمجوا ولا حاجة في تعذيب الفريسة اللي معاهم، تعالوا نبصوا بص عليهم كده. وطبعا سنوبول كانت
كانت على اتم الاستعداد لوصول، بس في الحقيقه هم ما جوش بنفسهم ولا حاجه، دول كانوا باعتين درون بيستكشف المكان اللي ما فيش ثواني كان خد طلقتين دمروه. فبسرعه قفلوا الاجهزه بتاعتهم، واللي وقع الدرون ده ما كانتش سنو بول بل كانت فريسه تانية من اللي كانوا موجودين معاهم في الغاب، ولسه هيفتح العربيه حذرته وقالت له انه اكبر غلط ارتكبه هو انه دمر الدرون ده، وكان معتقد انه بكده هيقطع عنهم مجال الرؤيه، لكنه في الحقيقه عرفهم مكانهم بكل سهوله. يعني باختصار لازم يهربوا من هنا حالا، وبالفعل جريوا لحد ما وصلوا لقضيب قطر في نفس المكان ده بس من بره. وفي الطريق عرفها على نفسه ان اسمه جاري، يوتيوبر ومحتواه حاليا بيتكلم عن النخبه ولعبه الماينور جيم، اللعبه اللي فيها النخبه بتخطف كل سنه ناس عاديه زي وزيك كده، بيحطوهم في مدينه تحت تحكمهم ويبداوا يصطادوهم من اجل المتعه فقط لا غير. وطبعا هي مش مركزه معاه ولا مهتمه اصلا، هي وبس بتدور على اي سبيل للهروب من المكان ده، واللي غالبا هيكون القطر اللي بيعدي منها. وبمجرد ما لمست القضيب وحست باهتزازه على ايديها قالت له اجري بسرعه ناحيه الملف ده لان القطار لازم هيهدي عنده ودي فرصتنا الوحيده للهروب. وبالفعل القطار وصل، وبمجرد ما هدى عند الملف نطت جواه وسحبت جاري معاها في اخر لحظه قبل ما يقع. بس مفيش ثواني وفجاه سمعوا صوت حد مستخبي جوه، لما خرجوا لقوا مهاجرين غير شرعيين وكمان بيتكلموا عربي مش انجلش، اللي هو اي عبط وخلاص. يعني سبحان الله من بين كل العربيات دي بس اللي مفتوحه وكمان فيها مهاجرين غير شرعيين، دول اكيد جزء من اللعبه محطوطين علشان يشتتونا ويخلونا ناخد قرارات غلط والصيادين يستمتعوا، بس ده مش هيحصل. وقرر انه يقتله. سنو بول حاولت تهديه لان معاهم طفل رضيع، فقال لها وانت فاكره دول يعني بيفرق معاهم طفل ولا حتى جنين؟ دول النخبه يا ماما فوقي. ولسه هيخلص عليهم بالفعل فجاه القطر وقف في دوريه جيش من الدوريات اللي بتدور على المهاجرين غير الشرعيين في القطارات. وبالفعل لما لقوهم سنو بول قالت لجاري يرموا مسدسه بسرعه، دي فرصه افضل للنجاه، فرصه مش هتتكرر تاني. فسمع كلامها وخرج معاهم، لكنه راح للعقيد وقال له انا مواطن امريكي وليا حقوق هنا، انا مش واحد من المهاجرين دول. وعلى فكره بالمناسبه دول مش مهاجرين اصلا، دول جزء من الماينور جيت، لعبه صيد البشر اللي النخبه بتلعبها كل سنه. وطبعا العقيد فاكره شارب حته ب 200 دولار فسابه مع المهاجر ده ومشي، اللي فجاه قال له بالانجلش مستحيل يصدقوك يا جاري، فنادى عليهم وهو بيتكلم انجلش هو لكنهم ما عبروهوش، قام قايل له اهدى كده على نفسك علشان ما نتفضحش، اللي هناك دول لاجئين بجد مش جزء من اللعبه ولا حاجه، وانا كنت متداري ما بينهم علشان اعرف اصطادكم في القطار، والجيش ده جيش حقيقي وبجد، ومفروض اصلا القطار ما كانش يقف هنا، فاهدى شويه بقى علشان نخلص بسرعه ونكمل لعب، ويا عم ليك عليا هسيبكم تجروا 5 دقايق قبلي وبعدها هكمل صيد فيكم، اتفقنا يا صاحبي؟ جاري طبعا اللي هو ايه البرود اللي انت فيه ده واحنا بنلعب استغمايه وانت مين اصلا علشان تقول لي يا صاحبي؟ وقام هاجم عليه ونزل فيه عجن لحد ما القنابل اللي معاه وقعت من الشنطه اللي كان شايلها على ظهره، فقام ساحب التيله من واحده فيهم ولبسها له في البنطلون بتاعه جواه لا مؤاخذه يعني البوكسر، وعما كان لسه بيحاول انه يخرجها كانت انفجرت وحولته لكباب حله او شيش طاووق. طبعا الجيش بعت المهاجرين دول ومعاهم سنو بول على المخيمات، وهناك بتقابل المحقق دينو مسؤول الهجره غير الشرعيه، اللي منه بتعرف انهم في كرواتيا، يعني ما بينها وما بين الولايات المتحده وبالتحديد الميسيسيبي اكتر من 18 ساعه مواصلات. فقالت له يكلم السفاره الامريكيه ولسه هتكمل، قام متريق عليها وقايل لها علشان في حد بيطاردك انت كمان زي دون مش كده؟ فقالت له مين دون؟ فجابوا لها دون الفريسه اللي حذرتهم في البدايه وبعدها هربت من قبل ما يتفرقوا. وبره بدا يسالها عن اللي حصل بعد ما هرب وليه اصلا كانوا بيوزعوا عليهم اسلحه مع انهم كانوا بيقتلوهم من على بعد، وايه حكايه الخنزير ده؟ مش النخبه دول دايما فيجنز وضد اكل الحيوانات والعبث ده؟ اللي هو انت اسمك ايه صحيح؟ كل ده وسنو بول مش بترد عليه ولا مهتمه اصلا باي حاجه هو بيقولها، اللي هو ازاي انت مش مهتمه؟ وبعدين اشمعنى احنا يعني برضه اكيد يعني مش مختاريننا صوت. ودي اللحظه اللي بتوصل فيها عربيه مرسيدس تبع سفاره الولايات المتحده الامريكيه ونزل منها واحد شاور لهم كده من بعيد، فدون فرح جدا اخيرا نجاونا. مفروض ان الشخص ده مبعوث من السفاره علشان يستلم الاثنين المواطنين الامريكيين دول، اللي طبعا ما كانش مصدق قصه الماينور جيت دي، اللي هو في نظريات مؤامره وكل حاجه لكنها في الاول وفي الاخر مجرد نظريات. بس انتوا ليه ما سالتوش نفسكم اشمعنى انتوا يعني اللي تم اختياركم؟ مش ممكن انتوا فعلا تستحقوا اللي بيحصل فيكم ده؟ انا ما اقصدش حاجه والله، بس اكيد يعني النخبه ما اختارتكوش كده بشكل عشوائي، ممكن معاهم حق. ولسه هيكمل قامت سنو بول مسلماه واحده باك ليفت طيرته بره العربيه، ولسه دون هيقول ايه اللي انت عملتيه ده، قامت راجعه عليه بالعربيه حرفيا سوت جمجمته بالرصيف، ودون عمال يصرخ فيا بنت المجنونه ده مبعوث السفارات اللي هيساعدنا. ولسه بيكمل فتحت الشنطه لقت جثه الفريسه هارب خنجر في نص دماغه. دون مازال مصر برضه ان ما كانش ينفع نقتله، على الاقل نساله نعرف منه اي حاجه، اللي هو ومين قال لك يعني انه مش هيكذب. ودورت في الشنطه لقت خريطه مكتوب فيها عدد الفرائس 11 فريسه، واللي متبقي منهم فريستين وبس اللي هم هي ودول. ولقت كمان الموقع اللي الصياد ده كان واخدهم ليه، وكان هو نفسه الموقع اللي فاقوا فيه اول مره، وبكده مفروض يتجنبوا انهم يروحوا هناك. بس برضه ممكن تكون الخريطه دي جزء من اللعبه وان المكان ده هو اللي لازم يروحوه. دون عمال يقنعها يا ست معانا عربيه هي اللي نهرب، طب يهديك يرضيك، مش مقتنعه نهائي لحد ما سمعوا صوت جاي من ورا الشجر، والصوت ده كان صوت خنزير، نفس الخنزير اللي خرج من الصندوق في البدايه، بمعنى
الاخر احنا ما زلنا في اللعبه ما خرجناش منها. وعلى بالليل كده الصيادين كانوا متجمعين في الوقر بتاعهم في انتظار اوليفر السواق بتاعهم يجيب اخر فرستين، لكنه اتاخر وهم كمان زهقوا من القعده. وبنعرف ان الصيادين دول مش مجرد وبس من اغنى اغنياء العالم ومعاهم فلوس حرفيا لو وقفوا عليها يوصلوا للسماء، لا دول كمان شغالين في مناصب تقيله جدا متحكمه في العالم، وفوق كل ده محبوبين جدا من الشعب بسبب اعمالهم الخيريه. وبعيدا بقى عن لعبه الصيد النهارده اللي كانت مسليه جدا وسحبتهم من الضغط النفسي اللي عندهم، الا انها كانت عمل انساني بحت، عمل بيخلص الطبيعه من البشر عديم الاهميه اللي عايشينه بس للاستهلاك ونشر الشائعات تحت بند ايه الحق في الحياه. المهم تيد كان عاوز يلبي نداء الطبيعه، فخرج بره للطبيعه علشان يلاقي سنوبول في انتظاره بتنهي حياته من قبل ما يخلص ولا حتى يلحق يصرخ على اي حد يلحقه. وفجاه سمعوا صوت بره بيحوم حواليهم فاستعدوا وكانوا مرعوبين جدا لان الصوت ده عمال بيقرب اكتر وقت. وفجاه بينزل الخنزير عليهم من فوق فكلهم فتحوا عليه النار. الحاجه اللي عصبت ليبرتي حرام عليكوا ده بريء ما ذنبوش حاجه، ولسه هتكمل عبث من ده فجاه ظهرت سنوبول وصفتهم واحد ورا التاني، حتى اللي عرف يهرب منهم اصطادته هو كمان. ما تبقاش بس الا ليبرتي ولسه تقتلها هي كمان، لقت دون داخل عليها من فوق اللي هو انت لسه فاكر تيجي، واخد مسدس ومن بين كل الاسئله اللي ممكن يسالها سالها انت مين وليه بتعملي فينا كده، فقالت له ان المسيح هو اللي اختارني ان اعمل الخير ده للطبيعه. فسنوبول قالت لها طب تمام يلا عشان تلحقي تروحي له ولسه هتقتلها. دون قال لها لا ما تقتليهاش، هو بعيدا عن ضد القتل بشكل عام الا ان دي كمان واحده ست يعني حرام نقتلها اللي هو فسالت ليبرتي ايه رايك في الكلام ده، فقالت لها لا طبعا ده الست زي الراجل بل واحسن كمان، ولسه هتقول قاسم امين قامت مفجره لها دماغها. ولسه دون هيزعق فيها فجاه ظهر صوت واحده على الواكي تاكي بتسال دون ان كان قتل سنوبول ولا لا. بسرعه رفعت السلاح وقالت له يرمي سلاحه وهو عمال يحلف لها انه ما يعرفش مين دي اصلا، لكنها كملت وقالت له خلاص هي كشفتك يا دون اقتلها حالا. وسنوبول بتقول له يرمي سلاحه لكنه كان خايف، وفي لحظه لسه هيقتلها قامت قتلها هي، واللي على الواكي تاكي لسه بتنادى على دون وبتساله ان كان قتلها ولا لا. فردت سنوبول ان هي اللي قتلته وان الدور عليها، فقالت لها وانا في انتظارك ما تتاخريش. فراحت لواحد كانت عجزته وما قتلتوش بعد ما سمعتهم بيقولوا له يا مستشار، وسالته هو انت المدرب بتاعهم ولا ايه، فقال لها ايوه طب دفعوا لك كام؟ ما دفعوليش حاجه انا بس اسينا اللي كلمتك دي ليها جميله عندي فبردها لها. فسالته هي مين مرضاش يقول لها، وقال لها انت خلاص كده كده كسبت روحي على بيتك وانسي خالص اي حاجه حصلت النهار. لكنها اصرت وضغطت عليه لحد ما قال لها على طريق الماينور اللي اسينا مفترض انها موجوده فيه، وحذرها من انها تواجهها دي بتتدرب من اكتر من 8 شهور. فقالت له وانا بتدرب من وانا عندي 18 سنه، وقتلته ومشيت طلعت على الماين. وبنرجع بالزمن لورا من حوالي سنه كده مع اسينا وهي بتتكلم مع اصحابها على جروب مشترك مكون من 8 افراد، وتيد بيقول لهم في الشات عاوز اوريكم حاجه كده بس وعد ما تقولوش لاي حد ولا تحكموا عليا من خلال. ولما طمنوه بعت لهم فيديو لسلحفاه صغيره وهو بيعذبها الحاجه اللي ضحكتهم انه مليونير وصاحب مؤسسات خيريه لكنه عايش بعقليه طفل عنده 8 سنين. وبداوا يهزروا على الحوار ده وكده لحد ما ريتشارد بدا يتكلم عن رئيسهم واللي حصل فيه، والكل طبعا ده يستريق. فاثينا كتبت لهم على الاقل يوم الصيد جاي ده مفيش احلى من الذهاب للماينور لذبح العشرات من البائسين. فميراندا بسرعه كتبت اتفقنا ما نجيبش سيره الماينور هنا على الشات ولا حتى في المكالمات ابدا، امسحوا الرسائل دي بسرعه من الشات. وبالفعل كلهم بداوا في مسح الرسائل. وبعدها بحوالي اسبوع اثينا اللي بتكون رئيسه مجلس اداره شركه الكترونيات عملاقه في منهاتن بتروح مكتبها بتلاقي في انتظارها بول ونيكول اللي كانوا هنا لتنحيتها عن منصبها بالود وبدون شوشره بعد ما موبايل مارتن تم اختراقه الاسبوع اللي فات. ايوه مارتن صاحبي وكل حاجه بس انا مالب اللي اتسرب عنه من علاقات جنسيه سواء كان بيعملها في الشات او فيديو كول. بس المشكله كانت اكبر حتى من شتيمتهم للرئيس والتريقه عليه. المشكله كانت شات بيوم 17 ديسمبر اللي فات حوالي الساعه 10 الصبح، مجموعه رسائل بيتكلموا فيها عن تجمعهم في الماينور علشان يمارسوا لعبه صيد وقتل البشر، واقتبس من كلامك كلمه البائسين. والماينور ده اللي هو القصر يعني. وبعد ما بحثوا وحققوا لقوا ان اسينا فعلا عندها قصر في الفيرمنت في كرواتيا، وكل فتره بتجمعوا هم الثمانيه فيه طبقا لسجل رحلاتها بالطياره الخاصه بتاعتها. طبعا اسينا ضحكت اللي هو ايه العبط ده، ناقص تقولوا ان الارض مسطحه والماسونيه حقيقيه صيد بشر، ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ فقال لها مش مهم عندي اللي انا بقوله او مصدقه، المهم ان الشعب كله بيتداول الرسائل المسربه دي وكلها منتشره حاليا تحت اسم الماينور جي. انا عموما عينت تيم مكون من 5000 عامل بيغرقوا محركات البحث كلها بنتائج مزيفه علشان التسريبات دي ما تظهرش ابدا لاي حد يسرش عنها كنتائج بحث اوليه. ومارتن وريتشارد وميراندا ويوليوس كلهم تنازلوا عن مناصبهم وحصصهم في شركاتهم، حتى ليبرتي كمان اختفت ومحدش عارف هي فين. فباختصار كده وبدون اي شوشره الكلام كده كده اتسرب، وان كان في ناس هتنسى في ناس تانية لسه بتتكلم وهتكمل الكلام ده خلاص. عموما بقى محتواها مش عاوزين اسمك يرتبط باسم الشركه تاني باي شكل من الاشكال، فصرخت فيه انا مش هتنازل عن حاجه، لكنها في الحقيقه ما كانش قدامها اي اختيار تاني. وبعد حوالي شهرين كده كانوا بيختاروا الفرائس اللي هيصطادوها واللي كانوا 1200 بالضبط اللي
اللي لسه لحد دلوقتي بيتكلموا عن الماينور جيت، واولهم كان الستريمر جاري من الولايات المتحده الامريكيه، اما التاني فمش محتاجين نعرف عمل ايه، ده يتعدم في ميدان عام، ده بيصطاد خنزير بري. الفكره بقى ان كلهم كانوا مناسبين، بس المستشار بتاعهم قال لهم 12 وبس اللي تختاروهم علشان ما حدش يحس باي حاجه، وخصوصا انها اول مره وتيد وليبرتي دلوقتي بيتعالجوا نفسيا بعد ما خسروا كل حاجه في لحظه واحده من غير ما يعملوا اي حاجه. ومن وسط اقتراحات كتير وتوزيع ادوار اللي هيكون في الوقر او محطه البنزين او اللي هيعمل مهاجر غير شرعي عربي، فجاه ظهرت صوره البنت دي واللي كانت كاتبه مقاله بعنوان العداله للجميع بتشتم فيها اثينا ستون وانها بتصطاد الفقراء والابرياء كرياضه، ورسمه نفسها على انها فعلت خير. ولسه هيكمل قرايه اثينا قالت له انا عارفه هي كتبت ايه كويس، هي دي السنوبل الاساسي بتاعنا، اما الباقي اختاروا اي حد اللي انتوا عاوزينه مش هتفرق. وبالفعل اختاروا ال 12 كاملين على مدار 8 شهور متواصلين وخدروهم وطلعوا بيهم بالطياره الخاصه بتاعت اثينا على كروات. المشكله بس ان في واحد فجاه فاق وما كانش متخدر كويس، وتيت حاول انه يقتله لكنه فشل في ده، لحد ما جت اثينا وبالهيلز بتاعها غرزته في عينيه ودخلت كملت نوم لحد ما وصلوا للماين. ودي اللحظه اللي سنوبل بتوصل فيها للقصر. بمجرد ما بتوصل للبوابه سمعت صوت اثينا بتقول لها تحطوا المسدس في صندوق البريد اللي هو انا اسمع عليه كلامك اصلا، فقالت لها تسمعي الكلام لان تحت رجليكي حالا قنابل مفخخه، ولو انا عاوز اقتلك هقتلك، لكن لا اقتل المتعه بالسهوله كده من قبل ما تبدا، والمتعه مش هتبقى متعه فعلا الا وبدون سلاح. فسمعت الكلام وحطت المسدس في صندوق البريد، وبالفعل بوابه الماينور بدات تتفتح. ولما دخلت من الباب كان المكان عادي جدا، يعني مفيش وبس غير موسيقى هاديه كده وكلب وبوسترات على الحيطه فيها صوره ال11 فريسه. فدخلت على جوه لقيت اثينا بتسالها انا مين، قالت لها ما اعرفش، اكيد واحده مجنونه من المجانين اللي انا قتلتهم النهارده. ولما سالتها طب انا مين، قالت لها كريستال ماي كريستي من الميسيسيبي وبالتحديد وايت كروسنج، ورصت لها تاريخ حياتها وازاي اتشردت في الشوارع من بعد ما باباها المدمن مات بجرعه زياده ومامتها كمان حصلت. تاريخ بائس مالوش اي معنى، الواحده فاشله في حياتها فاكره نفسها ليها حق في الحياه زي الناجحين في حياتهم، وعادي تمام مفيش مشكله حقها لحد ما تشيلها عربيه ولا تموت من الجوع ولا تغور في داهيه تاخدها هي واللي زيها. بس لا ازاي دي لازم تحط مناخيرها في اللي ملهاش فيه وتعمل نفسها بلوجر وتنشر المقاله دي على صفحتها بعد ما رسائل مارتن اتسربت. وقرات عليها المقاله تاني وانها حاطه كمان لينكات بكل حاجه وسكرينات من الشاشات اللي اثينا بتقول فيها اصطياد بعض البائسين. فاستغربت وقالت لها يعني انت مش متضايقه ان انت بتخطفي ناس ابرياء وبتصطاديهم وبتقتليهم لكن متضايقه ان انت اتكشفتي؟ فقالت لا انا ما اتكشفتش ولا حاجه، احنا كنا بنهزر وبنتكلم عن صيد الارانب البريه، مفيش اي كلمه في الشات تدل ان احنا بنصطاد بشر ونقتلهم، لكن امثالك اللي ما وراهمش اي حاجه في الحياه غير السعي ورا الترند عملوا قصه واقنعوا بيها الناس، قصص وهميه دفعت انا واصحابي ثمنها اللي بنشتغل بكل طاقتنا علشان نوفر لكم حياه بجد وفرص حقيقيه، عشان كده كان لازم تدفعوا الثمن وحققنا لكم امنيتكم في نفس المكان اللي قلتوا عليه ماينور، وهو اصلا بيت عادي انا مأجره لي الاجازات وبس، انتوا بس اللي عايشين في عالم غير العالم بتاعنا اللي حرفيا لو انهار مش هيبقى لكم عالم اصلا تعيشوا فيه. لسه هتكمل كلام لقيت كريستال بتضحك وبتقول لها بس انت فاشله، ده انت حتى جبت الفريسه الغلط، انا لا اعرفك ولا اعرف الماينور جيت ولا حتى اهتميت ان اقرا عنها، والمقاله اللي معاكي دي انا اول مره اصلا اسمعها، بس اعرف ان في كريستال ماي كريستي تانية ساكنه في الشارع اللي ورايا، وانا ابويا ميت وكل حاجه بس مات بالقلب، وماما لسه عايشه عادي. واثينا طبعا مصدومه ومش مصدقه اللي هو تاخدي تكلمي امي عشان تصدقي، لكنها برضه مصره انها ما زالت بتكذب عليه، وكان واضح جدا انها مش عاوزه تقتنع انها وقعت في غلطه كبيره زي دي وفشلت فهجمت عليها وبدا القتال، والاتنين نزلوا دعك في بعض بمهارات عاليه جدا، ومفروض انهم متفقين من الاول ان ممنوع السلاح، بس اثينا خلفت الاتفاق ده وجابت بندقيه علشان تقتل كريستال، لكنها قدرت تنجو منها اكتر من مره، وفي اكتر من مره كريستال كانت هتقتل اثينا لكنها كانت بتفلت منها في كل مره لحد ما لقت فجاه سكينه الخلاط ده قدام، فسحبتها وغرستها في كريستال ونزل الضرب فيها لحد ما كريستال قامت سحباها هي كمان ومدخله السكينه في قلبها. وقبل ما تموت سالتها ليه سميتها سنوبول، فقالت لها ان ده اسم الخنزير الشرير في روايه جورج اوريل مزرعه الحيوان، فقالت لها بالعكس ده كان خنزير مثالي في البدايه بيحب المزرعه، بس باقي الخنازير غاروا منه فطلعوا عليه اشاعات حولته لعدوهم، يعني باختصار كده انت اللي سنوبول مش انا لانك فعلا كنت كويسه، لكن الاشاعات هي اللي حولتك وخليتك تعملي اللي عملتيه ده. فسالتها لاخر مره انت فعلا كريستال اللي كتبت المقاله دي، احنا كده كده بنموت، فقالت لها لا مش انا، وبالفعل اثينا بتموت. اما كريستال فكانت لسه على قيد الحياه، فقامت اكلت السندوتش اللي اثينا كانت بتعمله وكوت الجرح اللي في بطنها بالترش بتاع الجريل، وبعد ما شافت الارنب تاكدت ان فعلا اثينا كانت بتقول الحياه، فلبست فستان من بتوعها وطلعت على الطياره الخاصه بتاعتها، وبمجرد ما بتدخل من باب الطياره بتلاقي الطيار والمضيفه في وشها، فقالت لهم ان الحمقى اللي انتوا وصلتوهم على هنا كانوا عاوزين يقتلوني فقتلتهم كلهم بنفسي، ودلوقتي عاوزاكم ترجعونا على البيت تاني تمام ولا لا؟ فقالوا لها اكيد طبعا تمام. طبعا الموسم الاول بدا بكدبه لكنها بعد كده بدات تتطور وتتغير مع الوقت، فلو عاوزين تشوفوا الموسم الثاني وباقي المواسم لايك واشتراك وعرفوني تحت في الكومنت، وفعلوا
الجرس عشان توصل لكم الملخصات اول باول قبل اي حد، واشتركوا في قنواتنا التانية هتلاقوها تحت في الديسكريبشن لمزيد من واشوفكم على خير ان شاء الله مع ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في الاسبريس. سلام.